استقمت على المنهج هتدخل الجنة، كفرت هتدخل جهنم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اتولدت وجيت الدنيا في ميعاد محدد علشان تقضي فترة الاختبار بتاعتك، وهتمشي في ميعاد محدد زي فترة الامتحان اللي هم 3 ساعات، وعلى أساسهم يا تنجح يا تسقط. حياتك كلها من البداية للنهاية هي ال3 ساعات دول، وامتحانك مش هيبقى زي امتحان غيرك، كل واحد ليه امتحان مختلف. واحد اتولد مسلم، طيب هيتمسك بدينه ولا هيبقى مسلم بالبطاقة، ولا هيكفر ويلحد أصلا؟ غير اللي اتولد غير مسلم وأصبح الاختيار عليه، هيقبل الحق ولا هيرفضه. واحد اتولد سليم قوي، هيبطش بالناس ويظلمهم ولا هيرحمهم علشان ربنا يرحمه. واحد اتولد مريض ولا ضعيف، هيصبر ولا هيكفر ويقعد يسخط بقى ويلعن اليوم اللي اتولد فيه. واحد اختباره انه غني وارث ولا ربنا رزقه، هيتصدق على أهله وعلى الفقراء ولا بقى هيروح يصرف فلوسه على الخمور والمخدرات. واحد اختباره إنه فقير، هيصبر ولا هيسرق ولا يرتشي. كل واحد ليه اختبار مختلف، ويوم القيامة كمان الميزان هيختلف. اللي وقف جنب واحد واداله 1000 جنيه كانت كل اللي معاه علشان ينقذه من موقف هو فيه واعتبرها صدقة، غير اللي عنده 1,000,000 جنيه وتصدق ب1000 جنيه، مش هيتحسبوا زي بعض. ومفيش حد هيدخل الجنة من غير ما يدفع الثمن. عايز تدخل الجنة لازم تشتريها، لازم تدفع ثمنها. شوف الأنبياء والمرسلين كلهم، شوف اللي حصل معاهم، شوف اللي حصل مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الناس ما استقبلتوش بالورود، لا ده استقبلوه بالسيوف، قتل وتعذيب واضطهاد وتجويع. وكان اللي عايز يؤمن مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم عارف انه هيدفع الثمن، عارف انه هيتعذب وهتتاخد فلوسه وهتاخد بيته وهتاخد تجارته، تاخد راس ماله، لان ما كانش حياته هي الثمن. واهله عزوته قبيلته اول ناس هتقتله هتحاربه هتعذبه. الناس اللي كانوا بيحبوه الصحابه رضوان الله عليهم دفعوا الثمن وهم راضيين، علشان كده بقوا في مكانة النجوم في السماء. من ايام النبي صلى الله عليه وسلم لغايه يوم القيامه هيفضل الاختبار قائم. واحد دلوقتي غير مسلم وعايز يسلم هيدفع الثمن، ممكن يفقد وظيفته وعائلته، زوجته، أولاده، ممكن مكانته العلمية والأدبية، ممكن حياته. في ناس بتضحي بالدنيا عشان الآخرة وتدفع الثمن، وفي ناس بتعرف الحق وبتكابر وترفض وبيشتري الدنيا بدل الجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين.